هلا نجي لمكانة المرأة في الديانة الكاكائية. احكي لنا عن مكانة المرأة، المساواة بينها وبين الرجل، واحكي لنا هيك باختصار عن الزواج والطلاق وتعدد الزوجات عندكم أو لا. نحن المسلمين نحب هالشيء، نقول تعدد الزوجات، نحن المسلمين نحب هالفقرة هاي تعدد الزوجات. أولا مكانة المرأة هي مثل مكانة الرجل، يعني احنا نؤمن بأنه الروح، والروح لا مذكر ولا مؤنث، إذا هي لها حق الحياة مثلي أني، حق الميراث مثلي أني، وعندها مكانة معتبرة داخل المجتمع، لأن هي تربي الأسرة العائلة كلها، لأن هي ربة البيت. حتى باللغة العربية ربة البيت كلمة رب الأسرة عندنا، وربة البيت عندنا بالعربي، تمام ولا؟ إذا هي مكانة عظيمة، مو مكانة راقية، لأن الرقي والراقي يختلف عن العظيم أو العظمة. المكانة عظيمة كبيرة، لذلك احنا مهتمين بشأن أولا من ناحية الميراث ومن ناحية الزواج. تسأل أولا الزواج يتم برضا الطرفين طبعا، وبعدين المراسيم تكون بحضور الوالدين ورجال الدين موجودين، وكذلك ولادة الأطفال وذن الشغلات كلها تتم مراسيم محددة. هذا يكون المرأة حضور المرأة طبعا، مو مشاركة، لأن حتى في جزء واجبات تقع على عاتق المرأة وواجبات على عاتق الرجل. حتى تشوف الفيديو اللي شفته يجوز قاعدين رجال ونساء يحسنون منظور. إذا هم ما عندنا احنا داخل المجتمع ما عندنا تفرقة بين الرجل والمرأة من ناحية الحقوق والمشاركة، وعندنا شخصيات نسائية سابقة داخل الديانة موجودة، مساواة تامة. نعم موجودين شخصيات دينية نساء مو رجال. أما بالنسبة للزواج تعدد الزوجات، احنا ما عندنا تعدد الزوجات كالموجود داخل الإسلام عندنا، ولا يوجد طلاق كالطلاق الرجل براحته يقول انت طالق هيجي، لا ما عندنا. الطلاق روحي، والعقد الزواج يكون عقد روحي. طلاق أي واحد منهم يكون الثاني هو طلاق بدون، يعني طلاق روحي يصير. لذلك الأسرة الكاهلية متماسكة أكثر، يكون عندنا توصيات عليها موسى لتكوين الأسرة، قيمة روحية دي، كون بشر ورثة بشر بعدين عقبك بشر بعدين عائلة عندك أطفال، وهذا الأطفال يكبرون. إذا أنت نبتة إلهية، يعني النبتة لازم يكون عندك ثمر، لازم تتزوج، لازم يكون عندك عائلة. بالنتيجة تعدد الزوجات يعني ما عندنا، في حالات واحدة بس، إذا الزوجة توفت تقدر تتزوج، وإذا الزوجة ما أنجبت تأكدت الزوجة ما تنجب، لأن العلم تطور، الرجل يقدر يفحص الزوج يكون الحكم به مو بالزوجة تتزوج عليه. وإذا كانت المرأة كلش مريضة وتعبانة وصارت عندها يعني عوى أو شيء لا سامح الله، ذاك الحالة يقدر يتزوج بدل ما يكون رفاهًا هو من اليد. العفو، يتزوج عليها، العفو نعم. يتزوج عليها أو يطلقها. لا يتزوج عليها. أما الطلاق في حالة الخيانة فقط. أنا أشرت له. تمام. أشرت له الطلاق في حالة الخيانة بالنسبة للرجل والمرأة الاثنين. نعم نفس الشيء. إذا حقوقها. إذا في تعدد الزوجات بالديانة الكاكائية في حالتين، في بشكل مشروط ومحدود. تمام، مفهوم. نعم. في حالة عدم إنجاب الزوجة، وفي حالة مرض الزوجة. مرض يعني معيق، يعني مثلا صار بها شلل، تمام، يعني أو يعني ما تقدر تخدم نفسها حتى، مو بس تخدم زوجها، تمام ولا؟ هذا الحالات يعني يمكن يتزوج عليها.